السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بأتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناه عالم فرح. كيف ما كتلاحظوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطائر كتجي رائعه كوجبه غداء او عشاء، كتجي قطنيه وخفيفه وبحشوه اقتصاديه بالخضره. تقدروا توجدوها في وقت قصير وحتى المكونات بسيطه. الى عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو والاشتراك في القناه باش توصلوا بكل جديد حطيته ان شاء الله، ونخليكم تكتشفوا مكونات وطريقه تحضير فرجة ممتعة. على بركة الله غادي نحضروا الحشو. هنا عندي صدر ديال الدجاج يعني مقطع قطع رقيقه، عندي التوابل خرقوم سكينجبير البزار والزعتر المحكوك شويه ديال الحار اختياري. انا جبت مقله وضعت فيها زيت الزيتون وزيت نباتي مخلطين. غادي ندير صدر ديال الدجاج وغادي نزيد عليهم بصله كبيره مشلطه وفلافل حمراء وخضراء. بالنسبه للخيزو محكوك والقرعه محكوكه ما غاديش نديرهم دابا، يعني تنزل ليا البصله ويطيب ليا داك الدجاج عاد غادي نزيد داك الخيزو والقرعه، وغادي نزيد الملح تيبقى دائما حسب الذوق. عندي معلقه كبيره من الكمون، انا درت الكمون حبوب، وغادي نزيد 2 معالق كبار من صوص السوجه كيعطيو واحد المذاق خطير في هذا الحشو هذا. صافي مباشره كيف ما قلت لكم غادي نوضع المقله ديالي فوق من النار ونخليه يطيب، ومن بعد غادي نزيدو ديك القرعه وخيزو. مباشره غادي نتلاقاو ان شاء الله باش نحضروا العجين ديالنا. بالنسبه للخضر نتوما يعني غادي تختاروا الخضره اللي كتعجبكم وغادي تحضروا بها هاد الفطائر. انا استعملت هاد الخضره هذه لانها كتجي لذيذه بزاف في الحشوات، يعني كيف ما كنعرفوا الفطائر كيجيو بنان بزاف، ولا حضرتوها بطريقتي ان شاء الله غادي تعجبكم وتعتمدوها. انا مباشره جبت واحد لوبول وضعت فيه معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من سكر حبيبات، وغادي نزيد 500 غرام من الدقيق. انا وضعت الدقيق الفرينه يعني ماشي الدقيق الابيض، الفرينه تقريبا 500 غرام، يعني 4 ديال الكيسان ونصف من الكاس ديال العنبه، وقبصه ملح. غادي نوضع ربع كاس من زيت الزيتون وغادي نخلط العجين ديالي عادي يعني بالما يكون دافي. العجينه ما تكونش كتلاصق في اليد، يعني تكون متماسكه، يعني كنعرفوا العجينه ديال الخبز. صافي غادي نستمر في العجن. هاد العجينه كتجي خطيره، كتجي قطنيه، كتجي هشه بدون يعني بلا ما تحتاجوا انكم تدلكوها. فرمشه عين كتوجد، نتمنى ان شاء الله تجربوها بدون بيض وبدون حليب. هاد الحشوه راها كتجي خطيره وبسيطه وكتجي لذيذه في نفس الوقت. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الخضر، هذه راها صحيه بالنسبه للوليدات وحتى لينا حنا اللي مالا. صافي هنا زدت شويه ديال الخيزو محكوك والقرا محكوكه، غادي نخلطهم مزيان باش يتشربوا لي ديك التوابل. هاد الخضره راه كتجي لذيذه بزاف في الفطائر، نتمنى تجربوها. المهم غادي نخلي الحشو ديالي يبرد ونتلاقاو باش نحضروا الفطائر ديالنا. العجين فقط خليته 5 ديال الدقائق. كيف ما كتلاحظوا كتجي عجينه مطاطيه وكتجي قطنيه في الفطائر، كتجي هشه، نتمنى تجربوها. بالنسبه للعجين ديالي غادي نقسمه ل 6 ديال الكرات، يعني القياس اللي عطيتكم ديال الدقيق غادي تخرج لكم 6 ديال الكرات متساويين. غادي نقطع العجين ديالي كيف ما كتلاحظوا ونشكل كرات، غادي نخليهم جانبا وغادي نبداو نشتغلوا يعني بالكره الاولى. يعني كيف ما لاحظتوا العجين ديالنا ما وضعناش فيها لا زبده ولا حليب ولا بيض، وكتجي غزاله، كتجي خفيفه بزاف. نتمنى تجربوها يعني بطريقتي. صافي غادي ناخذ الكويره الاولى باستعانه ديال شويه ديال الدقيق وغادي نحاول نطلقها. بالنسبه للحشو ديالي راه خليته كيبرد. صافي بسم الله غادي نبدا نشكل في الفطائر ديالي. خديت الكويره الاولى غادي ندير شويه ديال الدقيق وغادي نطلقها تكون رقيقه على شكل مستطيل كيف ما كتلاحظوا. يعني ديروا شويه ديال الدقيق في سطح العمل باش تفاداو الالتصاق. صافي غادي نحاول نشكلها على شكل مستطيل، يعني نشكلها غير بيديا، ساهله انكم تشكلوها، كتجي غزاله وكتجي مطاطيه صراحه. هاد العجينه هذه ممكن تحضروا بها يعني الملح والحلو بجوج. كيف ما تلاحظوا انا وضعت الحشو في الوسط. غادي ندير شويه ديال الفرماج محكوك اختياري من طبيعه الحال، ما متواجدش ما كيعجبكمش ما كاينلاش تستعملوه. غادي نوضع الحشو وغادي نطوي الجهه الاولى ونحاول نلصقها ونطوي الجهه الثانيه، وغادي نجمعها مزيان نقرص ديك العجينه باش ما تحلش ليا. انا اصلا غادي نقلبهم. نتمنى الطريقه تكون سهله بالفعل، راها سهله. صافي كنطوي دوك الجوانب بهذه الطريقه هذه. صافي
غادي نحطها في الطاوه اللي كتدخل الفرن. غادي نستمر بنفس الطريقه تنكمل الكويرات كاملين اللي عندي بنفس الطريقه. نتمنى ان شاء الله تجربوا طريقتي. انا حاطه معكم بزاف ديال الاشكال ديال الفطائر، وهذه هي العجينه اللي كتكون عندي معتمده. والحشو دائما يعني كنتفنن في الحشو، والخضر كيف ما كنعرفوا راها مهمه. يعني بالنسبه لهذا النوع ديال الفطائر كتكون هشه وسريعه وسهله في التحضير، وكنشكلوها بسرعه وبالطريقه اللي بغينا حنايا. وكندخلوا فيها ايضا الخضر اللي كتكون صحيه يعني لوليداتنا ولينا حنايا لما لا. يعني الاكثريه ما كناخذوش الخضر بزاف، وكاين اللي ما كيبغيش يتناول الخضر، ولكن بهاد الفطائر ان شاء الله غادي تدخلوا فيها اي نوع من الخضر، حتى القرع حمراء ديال اللي كنحضروا اللي كنديروا في كسكس كنديروها في هاد الفطائر، راها كتجي ممتازه. ممكن نستغناو على اللحوم ونديروا فقط الخضر، ممكن نستغناو ايضا على الجبن فقط بالخضر. وهاد العجينه هذه راه ان شاء الله غادي تعجبكم. هنا من بعد ما كملت الفطائر ديالي في التشكال كيف ما كتلاحظوا وضعتهم في واحد الطاوه، وبواحد السكين غادي نحاول نطراسيهم بالطريقه اللي كتلاحظوا. انا عندي بيضه كامله. الابيض ديال البيض راه كيعطي واحد اللون خطير في هاد الفطائر، كيعطي واحد البريوم ما شاء الله. نتمنى تجربوها. المهم خديت بيضه كامله، زدت عليها شويه ديال الخل وطربتها مزيان، وغادي ندهن دوك الفطائر ديالي كامله. من بعد غادي نرش عليها الزرارع. انا عندي السانوج او حبه البركه وشويه ديال الزنجلان، ممكن ترشوا البوافون او اي حاجه متواجده عندكم. غادي ندخلهم للفران مباشره. هذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتلاحظوا، راه كيجيو كيحمقوا صراحه، كيحمقوا لا الشكل ديالهم ولا المذاق. هنا بواحد السكين غادي نحاول نقطعهم يعني في الطاوه. العجين ديالهم كتجي هشيشه بزاف، هشيشه صافي. انا كنقطعهم بالطريقه هذه، وغادي نشوفوا الداخل ديالهم كي تيجي. صراحه كتجي ممتازه، يعني ديك الحشوه راها كتجي بنينه بزاف، وحتى العجينه كتجي رقيقه وكتجي خفيفه وقطنيه كيف ما كتلاحظوا. انا عندي باقيين سخونين. نتمنى ان شاء الله هاد الفطائر يعجبوكم وتجربوهم، وإلا عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتنضموا للعائله ديالنا. وهذا هو الطبق اللي حضرنا اليوم، نتمنى يعجبكم. وفي القناه ديالي راني حاطه بزاف ديال الانواع ديال الفطائر، يعني كاع اللي جربوهم كيعتمدوهم وتيعاودوهم كل مره. علاش؟ لانهم بنان صراحه، وديك العجينه اللي معتمده عندي انا شخصيا. نتمنى نتوما ان شاء الله تجربوها. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراك وديروا لايك للفيديو، وخليتكم على خير. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد وفكره جديده. مع السلامه. وكنشكركم جزيل الشكر على المتابعه وعلى الوفاء ديالكم. كل المتتبعين ديالي جداد والقدام نقول لكم شكرا شكرا جزيلا، وخليتكم على خير. مع السلامه. يعني على ضمانتي غير جربوا هاد الفطائر هادو ان شاء الله غادي يعجبوكم، وخليتكم على خير.